السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. فيديو النهارده سهل وبسيط، هنعمل كده وجبة للغدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض وهنحضر ايه. بس اتمنى يا جماعة اللي دخل القناة شير ولايك وسبسكرايب للقناة. هنا بقى بنحاول نقص الخياشيم بتاعته من الجنب كده بالمقص عشان الحاجة تبقى نضيفة معاكم. هقشر كله وبعدين افتحه كده بالشكل ده. هبقى اجيبه برضو ني معاكم واخلله مره. بتحبوا تخللوه لازم يبقى ملح خشن، بيطلع حلو معاكم زي الزبده. كده بالشكل ده. كده بالشكل ده يا جماعه. وبشكر برضو اي حد بيكتب لي تعليق كويس وكلمه كويسه، واي حد بيشاهد القناه انا بشكره. هتجيب الفسيخه من هنا من كده من الاخر زي ما بتنضفوا السمك بالظبط، عشان لما تيجوا تمسكوه في الطبق كده وتاكلوه يبقى حلو بالشكل ده كده. واول بقى ما نحوش القشر ده ونشيله هنروح فاتحاه. تمسكي بطن الفسيخة من تحت كده وبالراحة بالسكينة عشان القشر كله يطلع معاكم. كده بالشكل ده. هلم بقى الحاجة دي، القشر بتاع الفسيخ ده، وبعدين نفتحه مع بعض. هنفتحه كده بالشكل ده. كده ده البطروخ بتاعه. في ناس بقى بتحب ما بتشيلش منه الشوك، بتحب تاكله كده مزاج، بس لا انا هشيله. كده بالشكل ده. هبقى اعمل لكم مرة تانية بقى سلطة الرنج، انا هعملها دلوقتي على الطاسة، بس مرة تانية في فيديو تاني هبقى اعمل لكم سلطة الرنج. كده بالشكل ده. دي ما كانتش. دي كده الرنجة، نضفها برضو زي ما نضفت الفسيخ. بتتعمل لها كذا طريقة، كنت تعملها سلطة رنجة مع خضار بالطحينة كده، ممكن تتاكل كده، تعملها في الطاسة على النار، في طاسة تيفال أو على صاج على النار كده. يعني اللي بيحب ياكلها كذا طريقة لها للأكل. أهم حاجة تنضفوا الحاجة كويس عشان وانتوا بتاكلوها تبقى حلوة. لحمتها جميلة ازاي وبيضة من جوه. اهي كده بالشكل ده. نص الخياشيم من فوق. التانيين بقى دول هعملهم على النار في الطاسة. كده بالشكل ده. نشيل بس الشوكة بتاعتها بالراحة كده.
مم. هنا جبت طاسة كده تيفال على النار، هحط فيها الرنجة بالشكل ده. مش لازم طاسة تيفال، صاج عندك، جريل اهي، هي تسخن بس تاخد السخونية بتاعتها، هتروح منفوخة لوحدها. وبنفتحها بقى، هنسيبها على جنبها ده حوالي 5 دقايق، والجنب التاني 5 دقايق. شايفين بدأت تنفخ ازاي؟ اهي. اهي بتتفتح معاكم بقى كده بالشكل ده، تقعدوا تقلبوا فيه، تفتحها بتلاقوا طعمها جميل. سلطة الرنجة بقى اعملها لكم في فيديو تاني لوحده. اهي. بس انا عايزاكم تشجعوني يا جماعة، ندخل الفيديو واعمل سبسكرايب للقناة وحط لايك للفيديو. أكلة جميلة قوي، اللي مش بيحبها والله فايته كتير قوي. في ناس كتير قوي متاكلش الفسيخ، بس الأغلبية بيحبوه. اهي كده. بس كده هفتحها بقى. كده بقى بفتح اللي انا عملتها على الطاسة بالشكل ده، هتلاقوا لون اللحم اتغير من النار. وده كده البطروخ بتاعها. بصوا هي بتبقى زي ما كنت محمصاها اهي، بتبقى جميلة. لما بتشديها بس كده بتفتح معاكم، ما بتستحملش يعني. هي بتنزل المادة الدهنية اللي فيها، يعني انت متحطش عليها اي حاجة، ولا زيت ولا اي حاجة. كده بالشكل ده. خلصت كده الأكل بالشكل ده، وجبة سهلة وحلوة وطعمها جميل وبنحبها. أتمنى بقى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى اللي يدخل القناة يعمل سبسكرايب للقناة وشير للفيديو. مع السلامة.